عملنا مع بعض برطمانين 2 من الزيتون، واحد بحبه البركه والفلفل والجزر، وواحد ساده خالص بعصير الليمون. وعملنا برطمان الزيتون ساده ما فيهوش حاجه غير عصير الليمون، وعملناه على طريقه المحلات. اعتقد يعني حضراتكم عارفين بيتباع سعره كام وبيبقى فيه كميه قد ايه. هو بيبقى كيلو بس هو مش كيلو. هنفتحه مع بعض وهنشوف تسويته لونه عامل ازاي. طبعا تفاصيل مطبخ اكله وسهريه ما بمدش ايدي في برطمان المخلل. طبعا ده شيء طبيعي، اول يعني وش البرطمان ما فيش مشكله منه خالص، لكن شايفه حاجه كده تستحق التجربه. هندوق دلوقتي وهنشوف طعمه عامل ازاي. مستويه، اللحم بتاعها حلو، شاربه من الليمون بشكل مش طبيعي. ما كنت فعلا حقيقي ما كنتش متخيله ان هو بالحلاوه دي. يا جماعه الطريقه دي انا هعتمدها بعد كده، دي طريقتي المفضله. شايفه الزيتونه ما شاء الله، شايفه صفرة مليانه طعمها حلو قوي. طريقه ممتازه جدا ان تطلع لك زيتون مظبوط قوي وطعمه حلو جدا. الزيتون كله ليمون، يعني الزيتون اتخلل في محلول الليمون. بصراحه طريقه تستحق 10/10 على مطبخ اكله وسهريه. 3 شهور بالظبط وتاكلي زيتون من غير نقع من غير تشقيق. عايزه اقول لك ان الزيتون انا مش مشققاه. شايفه الزيتونه ما فيهاش اي حاجه، مش متشققه خالص. 3 شهور بالظبط تاكلي زيتون ممتاز درجه اولى. ان شاء الله الفيديو اللي بعديه هنفتح البرطمان اللي بالجزر واللي بالعصفر واللي بالفلفل، وهنشوف تسويته وطعمه، والخضار ده طغى على طعم الزيتون، وانهي اطعم وانهي طعمه زيتون قوي.